محمد ابو تريكه. ابو تريكه من الشخصيات العظيمه المؤثره في تاريخ مصر وفي تاريخ النادي الاهلي. ابو تريكه بره الملعب يعني كبني ادم احسن كتير كمان، يعني شايف الناس كلها بتتكلم ازاي جوه الملعب، ده بره الملعب احسن كتير قوي. كشخصيه محترمه يحب الخير للناس كلها. دايما بقول موقف الملعب المالي لما كنا خسرانين 1-0 هناك، وبعد كده جه هنا ودرجه حرارته عاليه وقالوا له اخرج بره ال 18، لا قال لك مش هخرج، وقعد احتياطي، واتغلبنا الشوط الاولاني 1-0 طالعين خسرانين 1-0 الشوط الاول، ونزل جاب لنا 3 اجوان الشوط الثاني. كل ده بروحه. كان في ناس ساعدته في الملعب، ولكن بروحه وبعزيمته وباصراره كان دايما بيدور على الاحسن، كان دايما بيحاول ان هو يساعدنا كلنا واحنا حواليه. بصراحه شخصيه من الشخصيات العظيمه، سواء كشخصيه او كلاعب كوره. فعلا هو انا مفتقده بشكل كبير جدا. ليه افضل يعني على النادي الاهلي طبعا كله ليه فضل عليا، ولكن ابو تريكه برضه ليه فضل كبير قوي عليا في اللي انا وصلت له كمحمد بركات.